كل سنة وانتم طيبين، يتعاد عليكم الأيام بخير. فرحة العيد إن احنا نعمل الكحك في البيت، نعمل ذكريات كده مع أولادنا ونحسسهم بفرحة العيد حتى لو هنعمل كمية صغيرة. تعالوا مع بعض نعمل الكحك. بصوا، دايب وجميل على السنة زي ما بيقولوا، ماسك نفسه بس في نفس الوقت لما تدوسي عليه دايب. تعالوا مع بعض اوريكم الطريقة اللي انا بعملها وما بغيرهاش من سنين. اول حاجة علشان يطلع معاكي كحك مظبوط خفيف كده، وحجم الكحكاية معاكي مظبوط، ومهما كان حجمها ايه يطلع معاكي الكحك بتاعك خفيف، لازم انك تنخلي الدقيق. تجيبي دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق استخراج 72 او دقيق للكحك والبسكويت، او تقدري تستخدمي الدقيق المعلب اللي هو بيجي محفوظ في اكياس دوت عندك من اول الكوثر لحد الضحى، كله زي الفل. ده هنا كان معايا كيلو ونص دقيق، هركنه بقى على جنب كده ونيجي علشان نعاير السمنه. السمنه بتاعتي انا هستخدم سمنه عاديه اللي هي بتاعه العلب، فانا مش هسخنها، انا هعمل فيها تركه كده تخلي طعمها مهما الكحك قاعد عندك ما تبانش. هنا حوالي الكيلو الدقيق بياخد معايا 550 جرام من السمنة. طبعا الكيلو ونص هياخد 825 جرام من السمنة. انا حبيت ان انا اوزنهم بالكوبايات، دي الكوباية المعيارية نفس كوباية الشاي اللي عندك الشفافة في البيت. خد حوالي معايا 4 كوبايات ومعلقة. يعني خلي بالكوا يعني ايه، زودوا المعلقة دي بتفرق والله، يعني اي نقطة سمنة في الكحك بالذات بتفرق. ما تغسليش الكوباية ديت، هنرجع لها تاني. هنا بقى هناخد السمنة يا دوبك نسخنها، انا مش عايزة السمنة تغلي، انا عايزة السمنة احط ايدي فيها اعرف اشتغل بيها، يعني تفك كده وتسيح معايا وايه وتبقى سخنة. هنا اهو بصوا انا حاطه عيرتلكوا الميه في نفس الكوبايه اللي انا وزنت بيها السمنه، عشان يبقى عندكم برضو ايه علم بان هي الكوبايه العاديه بتاعتنا هي نفس الكوبايه المعياريه. انا هنا حطيت هنا كوبايه ميه، انا هعمله بميه مش هعمله بلبن، وحطيت عليها معلقه كبيره خميره. كيلو ونص بياخد معلقه كبيره خميره او معلقتين صغيرين من بتوع الشاي. هقلبهم كده مع بعض كويس جدا، واحط عليهم معلقه سكر عشان تساعد الخميره ان هي تفور بسرعه. هغطيه واركنه على جنب كده واسيبه لحد ما اجهز بقيه الدقيق بتاعي. أي إضافة أنا بحب أحطها وبصراحة بتفرق جدا في الطعم وبتعلي التست جدا، كيس لبن من اللي هو البودر الصغير ده، 4 معالق سكر. وما تستغربيش في ناس بتحط كمية أقل من كده بكتير، بس أنا بحب الكحكاية نفسها يبقى طعمها مسكر، يعني ما تبقاش كده عاملة زي القراقيش، لا بحب كده إن هي يبقى فيها سنة إيه سكر كده. هزود السكر بتاعي، احط 3 معالق سمسم، بما ان انا مش هقدح السمنه جامد فانا هحط السمسم متحمص. طبعا لو انت هتعملي بسمنه بلدي تقدحي السمنه بتاعتك. احنا بنعمل كده الحركه دي في السمنه النباتي ان احنا بنسخنها بس، لان السمنه النباتي لما الكحك بيقعد بتبان طعم السمنه النباتي فيه. هحط كمان معايا معلقه كبيره محلب، انا بحب احط محلب، ما بحبش احط ريحه الكحك، ممكن تستبدليها بريحه الكحك. هابتدي بقى ان انا اقلبه كده كله كويس مع بعضه. وهي السمنه بتاعتي بصوا يا دوبك دابت وسخنت، اقدر احط ايدي فيها عادي جدا. هبتدي بقى ان انا الم كده كل العجين بتاعي بالسمنه. اهم حاجه في الكحك ان انا مش بعجنه، انا مش بديله بوكسات كده، لا انا بلمه. نسيت طبعا اوريكم، انا حطيت هنا 2 من ريحه الموز، يا خرابي على الجمال وعلى الريحه بجد تحفه. وحطيت كمان واحدة من ريحة السمنة البلدي علشان تعزز كده طعم السمنة معانا. بدأت بقى ان انا ابس العجين، كانت طبعا الرخامة عالية عليا فما كنتش عارفة ان انا ابس العجين كويس، بس انا باخده كده على راحة ايدي وببتدي ان انا ايه ابس فيه. المرحلة دي مهمة جدا، كل ما بسيتي العجين بتاعك كويس كل ما الكحكاية بتاعتك طلعت ناعمة وجميلة وتدخل الفرن زي ما هتخرج، ولا هتفرش ولا الرسمة هتسيح ولا اي حاجة، ولا حتى هيشقق ولا اي حاجة. بصوا انا فضلت ان انا ابس فيه لحد ما بقى عامل زي الكريمه معايا كده، بقى ناعم قوي وعامل زي الكريمه. الخميره بتاعتي كانت فارت لان انا قعدت كده بس فيه بتاع 7 دقايق 8 دقايق. هبتدي ان انا انزل بالكوبايه كلها، ما تستغربيش كميه الميه مش كتير، انا هزود عليها تاني بس هوريكي ازاي تحطي الميه بتاعتك مظبوط. لو انت هتستخدمي كيلو دقيق واحد، كيلو دقيق بياخد من نص كوبايه لكوبايه الا ربع، وبيطلع معاكي المقدار حلو قوي. تبداي بنص كوبايه وبعد كده تزودي واحده واحده وهوريكي ازاي. لميت العجينة بالمية، بصوا أهم حاجة بصوا العجين ما بيتعجنش، هو يدوبك بس بيتلم كده. أقطم العجينة ما فيهاش عرق خالص، بتتقطم معايا. هبتدي ان انا اعمل الاختبار بتاع السوائل بتاع الكحك. هاخد كده حتة بين ايدي واكورها وابتدي ان انا اضغط عليها واشوفها. بصوا بتاخد وقت على ما تتشكل، يعني لسه العجينة يابسة، لسه العجينة محتاجة سوائل. احط ايدي شققت،
شققت كده معنى كده إن هي محتاجة مَيّة تاني، هابتدي إن أنا أجيب جنبي كوباية المَيّة الدافية، المَيّة تكون دافية، وأحط كده إيه معلقتين وألِم تاني، وابتدي إن أنا أشوف العجينة واختبرها تاني. ما تملّوش من الموضوع دوّة، ده اللي هيضبط معاكم الكحك جدًا، وهيخلّيه يعني متماسك كده وفي نفس الوقت دايب، وكمان يبقى العجينة بتاعته مضبوطة. بُصّوا أديني أهوّة زوّدت، لسه برضه العجينة بتشقّق، هاحط برضه معلقتين مَيّة تاني. الكيلو ونُص عندي هنا خَد تقريبًا يعني كوباية و4 معالق مَيّة، يعني قولوا كوباية وربع مَيّة. هابتدي برضه إن أنا ألِم المَيّة تاني بالعجين بتاعي، بُصّوا أنا بالِم بصوابع إيدي مش باعجن خالص. دي آخر مرّة أنا زوّدت فيها المَيّة، والاختبار الحمد لله نجحنا الحمد لله، بتتشكِّل بسهولة، باجي أكوّرها وأعملها وأبصم فيها بإيدي، ما بتشقّقش ولا بيجرى لها أي حاجة. هالِم العجين بتاعي وأغطّيه، أهم حاجة إن أنا أغطّيه، هابدأ إن أنا أشتغل فيه بعد 10 دقايق على ما أجهّز بقى الصواني بتاعتي، أو لو أنا هاعمله بحشوة أجهّز الحشوة بتاعتي، أهم حاجة أركنه كده 10 دقايق يرتاح ويشمّع عشان لمّا آجي أشكّله يبقى سهل معايا. الحركة دي كانت ستي بتعملها بس مش عارفة ليه، بس بصراحة بتفرق أوي في الكحك بعد كده، بتخلّي الكحكاية كده جميلة لمّا باجي أنقشها. هنا بقى بدأت إن أنا آخُدها وأعملها كده بالراحة إيدي، وبعد كده أكوّرها، بتخلّي الكورة ناعمة أوي. هنبصّم بقى بالبصّامة لو أنتِ عندِك البصّامة، أنا باحب إن أنا أبصّم كده على إيدي علشان خاطر أضبطها، وبعد كده أقوم حاطاها في قلب الصينية. بس طبعًا إحنا مش بنعمل كحك غير من السنة للسنة، فتعالوا بقى ننقش. أنا عن نفسي باحب أنقشه، أجيب كده المنقاش وأقعد كده أتفنن وننقش، كنا زمان بنعمل مسابقات في مين أحسن واحد ينقش الكحك. أهو هابتدي بقى أهوّة أورّيكم أول نقشة، النقشة دي جميلة جدًا وأنا باحبها، فايدة إن أنتِ تنقشي الكحك إن هو بيشيل سُكّر أكتر، فكنت زمان أحب إن أنا أحُمّل خطوط كتير أوي في الكحك، حتى لو شكلها مفحكش كده علشان خاطر تحطّي سُكّر أكتر فيها. هنا ده أول شكل معايا. تاني شكل إن أنتِ بتعمليها زي شكل الوردة، بتاخديها كده داير ما يدور وتبدئي تطلّعي بالمنقاش بتاعِك سِنّة العجين لبرّه عشان يدّي شكل بارز. الشكل ده حلو جدًا وأنا باحبه أوي، وبصراحة باحس كده إن هو شكله فخم كده وبيخلّي شكل الكحكاية حلوة كده ومبروزة. المنقاش بتاعي كانت سنونه رخمة شوية، فكان بيقطّع معايا العجينة، بس تعاملنا يعني. شكل تالت وده الشكل الأشهر على الإطلاق، ويعني اللي ما بيعرفش ينقش كحك أصلًا يعني أو ما لوش خُلق هيعمله لإنه سهل جدًا. خَط في النُص وتبدئي بالطول وبعد كده تبدئي بالعرض بقى تشكّلي الكحكاية. في ناس ما بتحبش تشكّل الطروف بتاعة الكحك، يعني تاخد من تحت كده لإن بتقول لِك بيعمل بروز للكحكة وبيخلّي الكحكة مكبّبة، لأ بالعكس ده بيخلّي الكحكة شكلها حلو جدًا. هنا بقى عملت أول صاج، هاكون طبعًا أنا مسخّنة الفرن على درجة حرارة عالية، وبعدين هاهدّي الفرن خالص لدرجة حرارة 170، 180 على حسب فرنِك، يعني أهم حاجة تكون درجة حرارة يعني أقل من الكيكة بشوية، تمام؟ بعد كده هادخّله الفرن على الشبكة اللي في النُص يستوي براحته خالص. الصاج ده أخد معايا حوالي 35 دقيقة، ممكن كمان تعمليه أهدى من كده وياخد معاكِ وقت أكتر من كده، على حسب ما أنتِ ما بتحبي. على ما أنا بقى ما سويت الصاج الأولاني كنت أنا نقشت الصاجين التانيين، الكيلو ونُص عمل معايا 4 صاجات كبار، يعني ما شاء الله كمية كبيرة. لو أنتِ جيتِ قارنتِ إن أنتِ تعملي في البيت أو تشتري الكمية دي من برّه، هتلاقي طبعًا ما فيش مقارنة. هنا بقى كان كل الكحك خرج، الكيلو ونُص عمل تقريبًا معايا 3 كيلو إلا ربع كحك. هنا أهو بُصّوا ما شاء الله جميل جدًا. أنا باشغّل له الشواية يعني دقيقة يحمّص بس من فوق كده، في ناس بتحبه أبيض، طبعًا براحتك جدًا، تسيبيه يبرد خالص. لو أنتِ هتسيبيه لحد العيد تحطيه في حافظة وما بين كل طبقة والتانية تحطي كيس بلاستيك، ولمّا تيجي تقدّميه تحطي عليه السكر بتاعه، ما تحطيش السكر وأنتِ هتحفظيه خالص علشان ما يشربوش أو شكله ما يبقاش وِحِش، ويبقى شكله فريش كده. أحلى كحك لأحلى عيد، كل سنة وأنتم طيبين. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للصفحة على الفيسبوك أو على اليوتيوب. سلام.